اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده معانا فيديو حلو جدا ان شاء الله هيعجبكم. النهارده معانا كفر تركي، فقلت اعمل ريفيو كده عنه باذن الله يعجبكم. هو دوت الشكل بتاعه، وهو ده اللون الاولاني ده اللي انا جبته ان شاء الله هوريه لكم دلوقتي. هو صراحه الخامه بتاعته تحفه تحفه بجد يا بنات، جميل جدا جدا، الخامه تحفه. هي الخامه بتاعته تقيله، اللي هو القطيفة التقيلة جميلة جدا، هي خامة حلوة والماركة بتاعته تركي. شايفين شكله؟ هو اصلا سادة، ما حبيتش اجيب اللي هو بيبقى ليه كورنيشة كده، اللي هو الكرانيش ديت. صراحة بحب اللي هي الحاجات السادة، اللي هو بيديكي شكل الانتريه اكني انت جايبة انتريه جديد. ده الكفر بتاعي اللي هو الاولاني، حبيت برضو اوريهولكم. هو حلو على فكرة، مش وحش، بس المشكلة فيه الايد بتاعته من هنا بتتنحل كده ولونها بيتغير، دي المشكلة اللي فيه. لكن هو كعملي حلو، حلو مش وحش خالص. انا ده كنت جايباه ب350. لما رحت اجيب الكفر الجديد لقيت ده ب700 جنيه، وبعد يومين لقيته ب900. يعني حاجة صراحة غريبة. ده شكل الانتري بتاعي اصلا، لكن بقى لما البسه بقى الكفر بجد اكنك جبتي انتريه جديد بجد. ده الكفر بقى هلبسه اهوت معاكم. بقول لكم الاستيك ده بيتمط كده، بيتحط بقى بيمسك في الانتريه من تحت، يعني مش تلبسي الكفر وبعد كده يفك منك، لا، الاستيك ده بيمسك في الانتريه. بس هو صراحة حلو جميل، عجبني بجد شكله والخامة بتاعته جميل. بس هو سعره عالي شوية، هو ب1200 جنيه. حبيت ان انا انزل معاه، ما مرضاش خالص خالص. هو خد 1200، مرضاش حتى ينزل حتى 50 جنيه، مرضاش خالص. بس هو صراحة يستاهل، حلو. لبسته بقى، هو زي ما انتوا شايفين غير بجد شكل الانتريه، اكن انا جايبه انتريه جديد. ده الانتريه بتاعي، يعني ده الكفر القديم. شايفين بقى؟ غيرت كل الكنب معايا والكراسي، غيرت ولبست الكفر الجديد. انا جبت اللون ده، اللون اللي هو الزهري. انتي حابه بقى تجيبي، هو فيه منه الوان كتير، اوف وايت، وفي منه كشميري، وفي منه الوان كتير جدا جدا. انتي تجيبي اللون اللي يعجبك بجد، هو حلو يستاهل الفلوس، 1200 يعني. الغالي طمنه فيه بجد. اللي هو بقى شكله مربعات صغيرة كده، هو سادة بس فيه رسمة مربعات صغيرة كده. اما يكون معاكي فلوس، يعني مثلا 100 200، حوشيهم وهاتيلك حاجة جديدة في بيتك، مثلا سجادة، هاتيلك كفر، فازة، حتى لو فازة كده تشيك المكان، اي حاجة. يعني انا صراحة ما بيكون معي اي فلوس انزل اجيب اي حاجة احطها في البيت كده، بتخلي المكان شكله حلو. اجيب كفر، اجيب والله فازة، لو معايا فلوس اجيب فازة، ورد، ترابيزة، ساعة، الحاجات دي اللي انا زين كده المكان. الفلوس كلها بتصرف زي ما انتوا عارفين، وممكن تصرف في حاجات تافهة، لكن لما تحطيها في حاجة نافعة زي كده تلاقي بيتك كده جميل وشيك، فانتي بترتاحي نفسيا. فصراحة جميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تشجعوني باللايك والاشتراك، وكمان تكتبوا لي في الكومنت هل الكفر بتاعي عجبكم ولا ايه، وهل اللون كمان عجبكم ولا ايه. ونشجع كده بعضينا، ولو عايزين اي فيديو اكتبوا لي في الكومنتات يا ريت. شكرا لكم جدا، مع السلامة.